الله لك بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لا يفتح بمفتاح، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بعض النصايح اللي المعتبرين المفروض ان هم يكونوا عارفينها، ولو تايهة عنكم احنا هنقول بعضها بس. اول حاجة، روح الحرم بدري، ده لو انت حابب تصلي في الصحن. الناس اللي واخدة ساكنة فنادق بعيدة وبتركب الاتوبيس بتاع الفندق، على الاقل تنزل قبل الصلاة او قبل ميعاد الصلاة بساعة ونص. قبل ميعاد الصلاة بساعة ونص، ده لو انت عايز تنزل وتصلي في الصحن بتاع الكعبة، علشان المشوار. يعني حتى لو انت ساكن بعيد، الاتوبيس وهتستناه والزحمة بتاعته، وبعد ما تنزل منه هتبدأ تمشي مسافة برضو كبيرة لغاية لما توصل للحرم والصحن بتاع الكعبة. دي أول حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للعلاج، العلاج خده من بلدك وانت رايح، خده من البلد اللي انت فيها وانت رايح، ما تشتريش علاج من هناك. العلاج اللي هناك غالي غالي غالي. خد العلاج بتاعك من هنا. وطبعا الكمامة ثم الكمامة ثم الكمامة، ولو 1000 مرة هقول لك الكمامة. طبعا هناك الجنسيات كلها مختلفة ومن جميع دول العالم، أجنبية أو عربية، فلازم انك انت تاخد الكمامة علشان النفس هناك والامراض اللي موجودة هناك كتير. انت رايح علشان تعمل عمرة، مش رايح علشان تتعب وتقعد ترقد وتتعالج. فاهم حاجة علاجك والكمامة بتاعتك. حاجة كمان، كتر من شرب مية زمزم وانت رايح وانت جاي وانت قاعد وانت نام. اشرب مية زمزم على قد ما تقدر. ماء زمزم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. اشرب، اقعد كده على قرافيسك واشرب. اشرب بنية الشفاء، اشرب بنية النجاح، اشرب بنية اي نية انت عايزها، اشرب بيها مية زمزم. فصدقني مش هتتعوض تاني. طيب، بعد الفجر في طواف اسمه طواف التطوع. طواف التطوع لو انت عايز، ودي طبعا الحاجات كويسة جدا، طواف التطوع ده ممتاز جدا، بس لو بدأته ما تطوفش واحدة بس وخلاص، تطوف 7. ايا كان الطواف، طالما انك انت بدأت الطواف طوف 7 أشواط. وخد بالك وانت بتلف في الصحن كأنك بتصلي بالظبط، لازم تكون على طهارة ولازم تكون متوضي. وبأكد تاني، كأنك بتصلي يبقى لازم تكون متوضي. تمام؟ طيب، بالنسبة للتليفون، سيب الموبايل واغتنم الوقت للعبادة. سيب التليفون في الفندق، ما تاخدش الفندق معاك، ما تاخدش التليفون معاك. سيبه هناك في الفندق. هتاخد التليفون معاك هتنشغل بيه، هتقعد تصور، هتقعد تمسك التليفون وتكلم حد. لا ده مش عارف يا فلان، بص انا في الكعبة اهو، بص صورة الكعبة وبتاع. انت مش رايح عشان تصور لهم حاجات، ما هم شايفين الكعبة في التلفزيون. الكعبة هم شايفينها مع كل اذان في التلفزيون، انما انت اللي محتاج الكعبة، انت اللي محتاج انك انت موجود جواها. اغتنم الفرصة بتاعتها. صلي، سبح، اقرا قرآن، بص للكعبة يا اخي. احساسك وانت قاعد قصاد الكعبة وبيبص لها دي حاجة تانية، حاجة جامدة جدا. غير كده، اكثر من النوافل. الصلاة ب100,000 صلاة. اكثر من النوافل. حافظ على قيام الليل، حافظ على صلاة الجنازة. صلاة الجنازة حافظ عليها قوي. تمام؟ ما تتزحمش عند الحجر الأسود. الإشارة بس من بعيد تكفي.
إذا قدرت، وبقرر إذا قدرت إنك أنت تروح للحجر الأسعد، روح، ربنا يرايدك إنك أنت تروح هناك وتحط إيدك عليه أو تبوسه على حسب قدر المستطاع. ما قدرتش، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، شاور عليه من بعيد. تمام؟ طيب، الركعتين في مسجد قباء بأجر عمرة. مسجد قباء الركعتين بأجر عمرة تامة كاملة. طيب، مفيش جدال مع العساكر بتوع الحرم، والتعليمات اللي يقولوا لك عليها نفذها. انت مش رايح للجدال، انت رايح تستمتع بالعمرة. مفيش داعي يجي يقول لك قوم من هنا تقول له ليه؟ طب ما دول قاعدين، طب ما مش يا عم قوم يا عم وخلاص. مفيش جدال في العمرة. في نفس الوقت بقى معلش خليك حذر في حكاية السرقة، لا تاخد معاك فلوس ولا تشيل معاك فلوس، لأن فعلا في ناس جوه الحرم وبيسرقوا، جوه الفنادق وبيسرقوا. فخليك حذر، وخلي بالك من شنطتك كويس قوي. في شنط كتير قوي بتتغلط في المطار، في شنط كتير قوي بتتغلط في الفندق. تحط الشنط في الاتوبيس وتيجي بعد كده تاخد شنطة غيرك، ما الشنط كلها شبه بعض. فركز قوي، حط علامة مميزة على الشنطة بتاعتك. حاجة كمان مهمة، اي حاجة تسقط على الارض في الحرم سيبها، مش منك. لو لقيت اي حاجة في الصحن بتاع الحرم او في الحرم نفسه سيبها، مش بتاعتك، ما تجيش جنبها. ما تقولش لا ده اخدها دي مرمية في الارض، لا. اذا حبيت تعمل ثواب خدها وحطها في الامانات بتاعة الحرم. في الحرم المكي في امانات، والحرم النبوي في امانات. تروح تاخدها وتحطها في الحرم وتقول له انا لقيت دي، صاحبها هيروح يدور عليها، لو ما لقاش مكانها هيروح يدور عليها في الامانات. ركزوا في الحاجات دي يا جماعة، واكثروا من الصدقات، اكثروا من الابتسامة. ابتسم في وش اخيك، وزع بلح، وزع اي حاجة خفيفة، وزع اي حاجة لو معاك فلوس، اشتري كراسي، وزع سبح، وزع سجاجيد صلاة، اي حاجة وزعها، كل حاجة لها اجر. خدوا بالكم، العمرة ما انتش ضامن اذا كنت هتلاقيها تاني ولا لا، مش ضامن اذا كنت هتروح تاني ولا لا. وربنا يستر علينا وعليكم عمرة مقبولة ان شاء الله.